السلام عليكم، كيف دايرين؟ لاباس؟ نتمنىكم يا ربي تكونوا كاملين على خير وبخير. مرحبا بكم في قناتي وقناتكم سماسيمو جيرماني ايس. في الفيديو ديال اليوم غنوجد معكم وصفه نباتيه بالنسبه للناس الفيجيتاريين اللي ما كيبغيوش اللحوم. هذه كبديل اللحم، وكتجي كذلك بمذاق اللحم، اللي هي كريات ديال العدس مع الرز والخضر. كتجي لذيذه بزاف ومكونات بسيطة وصحية في نفس الوقت. خليكم معايا ندوزو الطريقة والمقادير على بركة الله. في هذه الوصفة هذه كنحتاجو تقريبا كأس ديال العدس اللي كنكونوا غسلناه مزيان من هذاك التراب اللي كيكون فيه. صافي كنصفيوه وكنضيفوا عليه الماء الغليان ونخليوه فيه نقعوه فيه تقريبا 10 ديال الدقائق، نغطيو عليه. هنا عندي كذلك كأس ديال الرز اللي غسلته مزيان وصفيته من الماء ديالو، وجيت هنا وخديت واحد الطنجره صغيره ودرت فيها الماء وغادي نديرو يتسلق مده ديال 10 ديال الدقائق. ضفت عليه الملح من طبيعه الحال، غنديه دابا يطيب 10 دقائق حتى كيطيب ونعاود نرجع معكم باش نكملوا المراحل ديالنا. في هذه الوصفه هذه غادي نحتاجو كوسه وحده وجزره وحده. انا عندي هنا هذا الجزر صغير، غادي نستعمل جوج. الا كانت عندكم الجزر كبير وحده كافيه. غادي نحك القرعه والجزر ونعاود نرجع معكم. هنا كنجيو كناخذوا بصله كبيره اللي قطعناها قطع صغيره على هذا الشكل هذا، وفص تاع الثوم. غنجيو هنا المقله ديالنا، غنضيفوا زيت الزيتون ونضيفوا عليهم هاد البصله وهاد الفص تاع الثوم. صافي نخليهم يتقلاو تيتقلاو مزيان، تنزل هذيك البصله ونعاود نرجع معكم. هنا البصله ملي كتنزل كنضيفوا عليها هنا هذيك الجزره اللي حكينا، جزره هنا كبيره محكوكه او جوج ديال الجزرات صغار. هنا عندي جزره غنضيفها هنايا. صافي ونخليهم حتى كينزل هذاك الجزر مزيان وينسجم مع البصله ونعاود نرجع معكم. غنضيف عليهم الملح حسب الذوق، والفلفل الاسود. صافي نخليهم حتى كينزل هذاك الجزر مع البصله وينسجموا ونعاود نرجع معكم. هنا العدس ديالنا من بعد ما دازت 10 ديال الدقائق اللي نقعناه في الماء الغليان كيولي بحال هكا، كيولي يطيب شويه. غادي نديه نطحنو مزيان. هنا من بعد ما كتوجد لينا هذيك البصله مع الجزر اللي قليناهم، غنجيب واحد البول غنديرو فيه هذا البول. غادي نضيف عليهم هذا الكاس ديال الرز اللي سلقناه على هذا الشكل هذا، غنضيفو حتى هو فوق من هذا الجزر والبصل. كنجيب كذلك هاد الكوسه اللي حكيتها وعصرتها مزيان من الماء ديالها، ما نخليش في هذاك الماء ديالها، عصرتها من الماء ديالها حتى هي غنضيفها على هذا الخليط. وكنزيد عليهم هاد العدس اللي طحناه حتى هو غادي نضيفو عليهم من الفوق. وكنضيف عليهم هنا عندي غنضيف عليهم واحد المعلقه ديال التوابل ديال اللحم. هذه كتعطيه المذاق بحال فيها اللحم وهي ما فيهاش اللحم. هاد الوصفه هذه كنضيفوا عليها شويه ديال الثوم الجاف، كنضيف عليهم الملح والفلفل الاسود، نضيفوا عليها شويه الحر اختياري. صافي وكنخلط هاد العناصر كلها مزيان بالايد ديالي باش تنسجم كلها وتولي عجين واحد.
غندير بشويه لاني درت في هذا الاناء صغير، ماشي مشكل. وهنا قبل ما ننسى غنضيفوا معلقه ديال الدقيق باش نجمعوا هذا الخليط هذا. صافي على هذا الشكل هذا. صافي كيولي الخليط ديالنا هكا منسجم. غنبداو دابا نديروه كرات على هذا الشكل هذا. صافي ها هو كيتجمع لينا ونحطوهم ونعاود نرجع معكم. بغيتوهم كبار او في هذا الحجم ماشي مشكل، اللي بغيتو ها هذا الحجم. صافي نبقى مستمره حتى كنكمل هذا الخليط هذا كله على شكل كويرات ونعاود نرجع معكم. هنا من بعد ما كنكملوهم كاملين كنكوروهم على هذا الشكل. بغيتو تكوروهم صغامن هكا صغار، ولكن بهذا الشكل هكا كيجيو مزيانين. دابا عندي المقله هنا سخنتها، غنضيف عليها زيت الزيتون، غير شويه زيت الزيتون، ماشي القياس اللي غادي نقليو فيه، القياس اللي غادي نصوطيو فيه هاد الكويرات هادو، ما يكونش بزاف ديال الزيت. صافي هنا الزيت ديالنا ملي كيسخن كنبداو ناخذو وحده وحده نحطوها بهذا الشكل هذا. هي كذلك. ونحمروهم مزيان من جويه بجوج حتى كيتحمروا مزيان. صافي كيكونوا عندنا ديك الساعه واجدين. صافي ملي كيتحمروا لينا على هذا الشكل هذا صافي كنحيدوهم وكنبقى مستمرين حتى كنكملوا هادو الاخرين ونرجع معكم للمرحله الاخيره. هنا ملي كنكمل الكميه اللي عندي كيتحمروا كيجيو على هذا الشكل هذا محمرين، وفي نفس الوقت ما فيهمش الزيت بزاف. بهذيك الكميه ديال الزيت، وهو زيت زيتون بالاخص ملي كديري زيت الزيتون كيكون صحي وما كتخافيش منه، وفي نفس الوقت ما كيهزش بزاف ديال الزيت. صافي ملي كنكملوا بحال هكا غنجي دابا غندير معلقه ديال النشا، كنضيف عليها كأس ديال الماء، وكنضيف عليها كذلك معلقه ديال مركز تاع الطماطم. كنضيف عليهم الملح كما قلت لكم حسب الذوق، كل واحد اللي كيبغي الملح يزيد الملح، ماشي هذه الكميه اللي كندير انا، ديروا الملح اللي كتبغيو نتوما. وكنضيفوا كذلك هذا الثوم، شويه رشه ديال هذا الثوم المجفف، وكنخلط الكل حتى كنحصلوا على هذاك الصوص. صافي ملي كنخلطوا مزيان كتذوب هذيك النشا كنضيفوا فوق من هاد هما فوق المقلاة على النار، كنضيف فوق منهم هاد الصوص هذا. وكنغطي عليهم نخليهم تقريبا 15 دقيقه حتى كيشرب هذاك الصوص وكيشربوا هما هذاك الصوص. صافي وكيكونوا ديك الساعه واجدين. هنا من بعد ما دوز على تقريبا 15 دقيقه وكتشرب لينا هذيك الصوص، كتجي ديك الصوص مختره بحال هكا، والمذاق ما نقولش لكم هائل، الريحه طالعه منها غزاله بزاف. كنزينها من الفوق بهذا الديل من الفوق او الشبت، كيعطي فيها حتى هو مذاق زوين بهذا الشكل هذا. زينوا بهذا الديل او القزبر المعدنوس اللي عندكم، كيجي كذلك مزيان، كيجي لذيذ بزاف. ما نقولش لكم هذه الوصفه هذه ديال هذا العدس والجزر والكوسه والرز
كتجيو كلها هاد العناصر متواتيه مع بعضها وكتعطي واحد المذاق هائل. انا متاكده بانكم اذا جربتوها غادي تعجبكم. كذلك هاد الوجبه هادي الناس اللي فيجيتاريين اللي ما كيبغيوش اللحم، هادي النباتيين هادي كتعطيهم مذاق بحال كياكلوا اللحم وهما في نفس الوقت راه ماشي لحم هذاك. بامكانكم كذلك لما بغيتوش تزيدوا هاد الصوص كتخليوها بحال هكا، كديروا معها اليوغورت، كذلك كتاكلوها مع اليوغورت بالثوم او بالمخللات كذلك كتجي مزيانه. ولكن جربوا هاد الطريقه هذه حتى هي ديال هاد الصوص كتجي لذيذه بزاف. ماشي دايما ناكلوا اللحم، كل واحد كيبدل شويه هاد الخضار مع هاد الرز او مع العدس، كيتواتاو بزاف وكيجيو لذاذ. نتمنى هاد الوصفه هادي نباتيه تعجبكم، ولا عجبتكم ما تنساوش ديروا لايك وتشاركوا الفيديو مع الاهل والاحباب ديالكم، واللي ما مشتركش كذلك في القناه يشترك. الى هنا الفيديو ديالي كيكون وصل النهايه ديالو. الى فيديو قادم بحول الله، مع السلامه.